يا اهلا يا اهلا. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بقى، لو عندنا كبد وقوانص تعالوا نعملها بطريقه حلوه جدا جدا، وانسي ريحه الزفاره خالص في الكبده والقوانص بتاعه الفراخ. خطيره. اهم حاجه تكون عندي الكبده طازه، بتفرق جدا في الطعم، بيبقى طعمها حلو قوي هي طازه. تعالوا بقى، شفتوا منظر الرغيف كده؟ يا سلام لما تبهدليه كده في الصوص ده وتاكلي الكبده. احلى سندوتش. نبدأ كده ونقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. لايك وشير بقى للفيديو وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب للي أول مرة يشوف القناة. شفتوا بقى؟ خطيرة، طعمها لذيذ وتحفة. يلا أحلى غدا وما بياخدش وقت خالص. عندي بقى الكبدة بتاعتي والقوانص، أهم حاجة بقى فيها النظافة والغسيل كويس جدا. انا غسلتها وشلت منها كل الدهون، والحته اللي بتبقى زياده في القناصه دي مش عايزينها خالص، لانها هي دي اللي بتبقى فيها زفاره جامده. والقلب بتاع الكبده راخر تمسكيه وتضغطي عليه جامد، تطلعي منه كل الدم اللي بيبقى فيه ده، وتبقى حطي بقى عليها خل وليمون وملح ونقعيها 10 دقايق فيها، واغسليها كويس جدا تحت الميه الجاريه بالشكل ده اهو. تمام كده. هنقطعها بقى ونحاول نخلي الكبد لوحدها والقوانص لوحدها، دي لوحدها ودي لوحدها، عشان لما نيجي ننزلها تبقى كل حاجة لوحدها. وهنعمل بقى غدا في ثانية ما شاء الله، من الأكلات اللذيذة اللي الولاد بيحبوها، كبد والقوانص سندوتش كده، أو مع مكرونة أو رز، بتبقى جميلة وطعمها لذيذ. ووجبة اقتصادية وفي ثانية كده بتخلصيها. لا اقتصادية ايه؟ مش اقتصادية خالص، انا اسفة جدا يا جماعة. دي غلطة لسان، ما عادش حاجة اقتصادية خالص دلوقتي. ده لو بيض وجبنة ما بقاش اقتصادي خالص. خلاص كده هنقطعها بقى زي ما اتفقنا كده. انا عندي الطاسة، حط فيها الزيت على النار يتقدح كده ويسخن معايا. وتعالوا بقى نشوف الخطوات بتاعة الكبدة والقناصة، دي بتفرق خالص. مش هننزل بالخضار الاول، هننزل بالقوانص فوق الزيت كده يقدح، وننزل بالقوانص لانها بتاخد سوا. فنديها ايه تشويحتين حلوين كده مع بعض لوحدهم قبل ما نحط عليها الكبدة، علشان ما تبقاش ناشفة. يعني خلاص شوحي كده ايدك فيها كده على طول، وبعد كده ننزل. خلاص خدت لون كده معايا واتشوحت وبقت حلوة، ننزل بالكبدة بتاعتنا. بصوا الكبدة لونها احمر وجميل ازاي، عشان الكبدة ما شاء الله طازة وحلوة جدا. دي بقى بيبقى طعمها حلو حلو، كأنك بتاكلي كبدة جملي او كبدة كده لذيذة يعني، طعمها حلو، غير اللي بتبقى مجمدة او تلجت. تمام كده. ننزل بقى بالتوابل بتاعتي، فلفل اسمر وكمون وملح ابيض، نص معلقة كده. خلاص نخلي بقى تقليب لحد ما الكبد والقوانص يستووا مع بعضهم خالص. انا عامله طبق من الخضار بتاعي، بصلتين كبار وفلفل الوان بقى احمر واخضر وحراق، ولو اصفر يبقى جميل. هننزل ببصلتين كبار مخرطاهم شرايح بالشكل ده. ده كده بعد الكبد والقوانص ما شاء الله يعني ما خدوا 90% سوا كده. ننزل بقى تشويحه بالبصل. البصل بيديلها طعم لذيذ وبيسكرها وبيخليها حلوه قوي لما بتحط في الاخر. في الاخر خالص قبل ما اطفي النار عليها بشويه صغيرين، هحط عليها بقى الفلفل الالوان بتاعي الاخضر والاحمر، ولو شطه بقى قرن شطه حراق بيديلها طعم خطير. وتقليبه سريعه واطفي بقى، ما تخليهاش، عشان عايزه الفلفل يبقى طعمه كده فريش وما يتبلش خالص خالص وياخد اللون الغامق ده، انه اخضر وحلو كده وفريش معايا. خلاص لقيتها عايزه في ملح في الاخر، اديتها كمان شويه ملح وكده زي الفل. هطفي عليها بقى. خلاص عندك احلى كبده. معلش انا حطيت فصين توم في الاول، دي ما جاتش وانا نسيت اقول عليها. عندي بقى حد من الولاد ما بيحبش عليها الخضار ده كله، بيحبها بالبيض، فهنعمل بقى طبق بالبيض كمان جنبها، عشان كده يبقى ايه، راضينا كل الاذواق. تقليبه كويسه بقى، وتعالوا ما شاء الله ناكل احلى سندوتش كبده. عندك بقى جرجير طماطم وخيار، قطعي واغسلي المخللات بتاعتنا الحلوه اللي احنا مخللينها. تعالوا هاتي الرغيف كده وغمسيه في قلب الصوص بتاع الكبده. يا سلام يا سلام على الريحه والطعم. عندي بقى خضار او بقدونس شبت اللي موجود عندك من الخضار، حطيه تحت الكبده كده بديلها طعم حلو. وكلي احلى رغيف وصحتين وهنا على قلوبكم. ويا ريت ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو وتعليق حلو منكم. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.